لاعب وحيد من الريال متوقع غيابه عن الكلاسيكو. مع اقتراب موعد الكلاسيكو الإسباني المنتظر بين ريال مدريد وبرشلونة يوم 26 من أكتوبر، تبدو أجواء الفريق الملكي مطمئنة إلى حد كبير من ناحية الاستعدادات. فقد أعلنت صحيفة سبورت الكتالونية أن معظم لاعبي ريال مدريد المصابين في طريقهم للعودة، ما يعزز من خيارات المدرب في مواجهة غريمه التقليدي. إلا أن هناك استثناء وحيدا يثير بعض التساؤلات داخل الفريق والجماهير، وهو المدافع الألماني أنطونيو روديغر. اللاعب يعاني من إصابة في العضلة المستقيمة للفخذ الأيسر، وهو ما سيحرمه من المشاركة في مباراة الكلاسيكو. غياب روديغر يضع دفاع ريال مدريد تحت ضغط إضافي، خاصة في مواجهة هجوم برشلونة القوي والمتنوع. بالرغم من هذا الغياب، يبدو أن ريال مدريد يمتلك العمق الكافي لتعويضه، سواء من خلال الاعتماد على بدائل في الدفاع أو تعديل خطة اللعب بما يتناسب مع قدرات اللاعبين المتاحين. وبالرغم من الطمأنينة حول باقي عناصر الفريق، إلا أن غياب روديغر يضيف بعدا مثيرا للمباراة ويزيد من حدة التشويق للجماهير. من المؤكد أن المدرب سيحاول استغلال خبرة لاعبيه الآخرين لتعويض غياب هذا العملاق الدفاعي، مع الحفاظ على التوازن بين الدفاع والهجوم، وهو ما سيجعل الكلاسيكو أكثر إثارة وتشويقا على أرض الملعب. رغم أن ريال مدريد يطمح للعودة بأقوى تشكيلة، يبقى غياب روديغر علامة استفهام حقيقية، ومن المتوقع أن تشهد المباراة تكتيكات ذكية من كل الفريقين للتغلب على نقاط الضعف واستغلال الفرص. الجمهور يترقب بفارغ الصبر لمعرفة كيف سيواجه ريال مدريد هذا التحدي الكبير. شاركونا آراءكم في التعليقات.